تعالوا بقى اوريلكم شويه ماربل اكسسوارز تحفه. دول مثلا نوعين رخام مختلفين معموله بحرفنه جامده قوي، احجام مختلفه منها. لو عايز تستخدمها للليكويدز او عايز تحط فيها ورد اي حاجه، دي شركه اسمها اديشنز. وكل الحاجات اللي هوريها لكم دلوقتي كلها هاند ميد. دي برده حاجات كلها معموله من بلوك رخام واحد. بصوا هتلاقوا هنا الفينز مكمله، برده ممكن تستخدمها بقى زي ما انت عايز. ودي برده حلوه قوي، دي سايد تيبل معموله من الرخام والخشب، بس هم كانوا عايزين يعملوها ان هي بتبقى بشكل ان هي حاجه قديمه شويه. فطبعا الحاجات الصدى اللي في الرخام ده هم ده عاملينه قاصدينه ان هي تبقى كده عشان يبقى شكلها كانها حاجه قديمه. الديزاينر امريكاني هو اللي عاملها، اللي هو جيسون ميلر، ده عامل منها نفس الشكل ده. شكلها حلو قوي كده. دي حاجه في اركتكت هو اللي عاملها. وعايز تحط مثلا فيها مفاتيح، نضاره، تحط هنا شمعه. حد كان بيقول ممكن يحط عليها هوت بوت. هم عاملينها بالفكره دي. هنا مدخلين نوعين رخام برده في بعض ازاي، من بره ومن جوه. ده هنا رخام واونكس، وهنا برده عاملين فكره الرخام والاونكس دي عشان تبقى لايتنج يونت. دي مثلا معموله من الاونكس، دي وان بيس. وكل الحاجات اللي معموله دي كلها هاند ميد. بصوا النار عامله ازاي، كلها حته واحده. كل حاجه بيعملوها هي ممكن تبقى ديكوريشن وفي نفس الوقت يبقى ليها استخدام. زي دي مثلا لا حلوه قوي برده، دي ممكن تستخدم كحاجه كده اللي تحط فيها الميه عشان تفضل ساقعه. عاملين منها برده تريز وحاجات زي كده. اديشنز كلها هاند ميد، معلومه من المعمل.